عاجل وبالفيديو. فضيحة تهز بطولة كأس العالم لأقل من 17 سنة. المنتخب المغربي قد يكون ضحية تلاعب خطير بعد ظهور معطيات تتحدث عن تزوير في فحوصات تحديد السن لعدد من لاعبي المنتخب الياباني خلال المباراة الأخيرة بين المغرب واليابان. لكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد، إذا كنت تدعم المنتخب المغربي أقل من 17 سنة، اضغط على زر الإعجاب واشترك في القناة ليصلك كل جديد. القصة بدأت بعدما كشفت تقارير أن اللاعبين يابانيين من بينهم دياغو هيريشيما وتايغا سيغوشي يشتبه في تجاوزهم السن القانوني للفئة. الأمر يتعلق بفحوصات الرنين المغناطيسي التي تعتمدها الفيفا للتأكد من سن اللاعبين، حيث تبين أن هناك تضارب في النتائج. الجماهير المغربية اعتبرت ما حدث فضيحة كبرى، خاصة بعد الأداء القوي للمنتخب المغربي الذي أقصي بطريقة مثيرة للجدل. الصدمة كانت كبيرة داخل الشارع الرياضي المغربي، والعديد من الأصوات طلبت الفيفا بفتح تحقيق فوري وإعادة المباراة في حالة تأكد التزوير. في المقابل التزمت الجهات اليابانية بالصمت، بينما وسائل إعلام عالمية بدأت تطرح أسئلة محرجة حول مدى نزاهة الفحوصات الطبية في البطولة. الأنظار الآن تتجه إلى الفيفا، هل ستتخذ موقفا حازما وتعيد المباراة أم سيتم التغطية على القضية كما حدث في الملفات السابقة؟ ما هو رأيكم؟ هل المغرب كان ضحية تزوير؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات واشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد.